مبدئيا كده احنا هنتكلم عن جلدايه من الافلام الكوميدي اللي اتعملت في اول الالفينات. وعاوز اقول لك على حاجه، فيلم فول الصين العظيم يا شقيق يبان انه فيلم عادي، بس هو مش عادي، وهي دي عظمته. ده محي الشرقاوي جايب 51% في الثانويه العامه، مجموع كده بالصلاه على النبي يدخله اي كليه هو عاوزها. بس محي الشرقاوي يا شقيق مصري بسيط جميل زيه وزيك، مش عارف هو عاوز ايه، بيخاف من خياله، ما عندوش هوية، وبيتعرض للاضطهاد التام من عيلته، ما يفرقش عنك حاجة يعني، فولة واتقسمت نصين. عيلة محي الشرقاوي طبعا العيلة دي غنية عن التعريف، يعتبر من أشهر العصابات والعائلات في السينما المصرية. عيلة محي الشرقاوي أشهر من عيلة فيتو كورليون نفسه. عندك مثلا جابر الشرقاوي جد محي، وعم مجرمين مصر وعميد الإجرام في بره مصر تما، وعبقرية شريف عرفة المخرج إنه يجيب سامي سرحان الفنان القدير هو اللي يعمل الدور ده. راجل زي سامي سرحان ما بيشتغلش الفترة دي بحكم السوق وسنه، وقاعد في البيت محدش يسمع عنه حاجة، مش زي مثلا حسن حسني ولطفي لبيب واحمد راتب اللي كانوا هم ترند الفترة دي وبيعملوا الادوار دي في السينما. لكن شريف عرفة ما بيستسهلش ويستسلم للترند ويجيب لك المألوف اللي انت متعود عليه، بالعكس خالص، ده هيجيب لك الراجل ده. وسامي سرحان بيحول شخصية جابر الشرقاوي لأيقونة كوميدية في الفيلم. ده مش بس كده، عمام محي مثلا حجاج عبد العظيم وسليمان عيد وهشام التويج بتاع يابا اقتله، وكان بيزعق فيها وهو بيقول الجمله دي. تخيل الوشوش دي تبقى هي العصابه الخطر بتاعت الفيلم، الثلاث عمام القرع دول وعمك جابر الشرقاوي الراجل الشايب العايب يبقوا هم اخطر مجرمين في مصر. محي لا يمت للاجرام بصله وبيخاف من خياله، جبان، لكن جده وعمامه مصممين انه يطلع مجرم، خصوصا انه جاب 55% في الثانويه العامه وعاوز يطلع دكتور ويفضحهم. لكن جابر الشرقاوي بيرشق افلام رعب لمحي في كل حته عشان يجمد قلبه، لكن محي مفيش، بيسلط عليه حرامي غسيل عشان محي ميوله الاجراميه تطلع، لكن محي مفيش، هيطلعوه في عمليه خطر جدا، ومحي هيبقى هو المحرك الاساسي، هو اللي هيخطف الفلوس والبضاعه من ابو موته وعصابته، ومحي هيفشل طبعا بسبب جبنه وخوفه. لكن الخوف والجبن اللي عند محي هيوقعه في مشكله اكبر، وهي